سؤال مهم جدا ناس كتير بتساله، وهو سؤال فعلا مهم. ان الاعلانات مثلا مثلا النهارده الاعلانات سيلز نايم شويه، الاعلانات شغاله وحش شويه، او الاداء بتاعها وحش شويه. امبارح كان الاداء احسن، الناس كانت بتشتري، الناس كانت بتتفاعل. فهل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ خليني اقول لك ان الكلام ده حقيقي، والكلام ده طبيعي وبيحصل. لان انا لما باجي استهدف اودينس دلوقتي، خلينا اقول مثلا على مستوى فيسبوك، طبعا الكلام ده ينطبق على فيسبوك، انستجرام، تيك توك، سناب شات، اي سوشيال نتورك، او حتى جوجل كمان. فلما باجي استهدف مثلا اودينس معين بيقدر مثلا ب 20 مليون 15 مليون شخص على الفيسبوك مثلا، فكام شخص اكتف من ال 15 مليون شخص او 20 مليون شخص اكتف؟ بمعنى ايه؟ يعني كام شخص هيبقى فاتح الفيسبوك النهارده؟ كام شخص في احتمال ان فيسبوك يظهر له الاعلان بتاعي النهارده؟ خلينا نقول من 15 مليون او من 20 مليون في 5 مليون بس. ففعليا في 5 مليون شخص من التارجت اودينس بتاعك فاتحين النهارده، من التارجت اودينس اللي انت استهدفته اللي انت اخترته، في 5 مليون شخص فاتحين النهارده. فانت بتحاول توصل لل 5 مليون شخص النهارده، بتحاول توصل لهم ببادجت ديلي، بادجت ميزانيه مثلا يوميه، بتقول له 500 جنيه، بتقول له 1000 جنيه، بتقول له 200 جنيه، بتقول له رقم في الاخر هو رقم ضعيف. فانت ازاي هتوصل ب 500 جنيه لل 5 مليون؟ اذا الفيسبوك هيبتدي ان هو يشغل الاعلان بتاعك يعني بنظام كده اسمه روتيشنال ريتش، هيبتدي يروتيت، يعني يبتدي يظهر الاعلان بتاعك النهارده لمجموعه معينه على قد الميزانيه بتاعتك، بكره هيظهر الاعلان لمجموعه ثانيه على قد الميزانيه بتاعتك، وهكذا وهكذا وهكذا، لحد ما تبتدي ان انت تقدر تكفر او تقدر تغطي ال 5 مليون شخص او ال 10 مليون او ال 15 مليون شخص. ففي الفتره دي انت على حسب الفيسبوك ظهر النهارده السيجمنت او شريحه معينه، الشريحه دي ممكن تبقى فعلا مهتميه، انت اخترت ان انت تعمل تارجتنج او تستهدف الاودينس ده من وجهه نظرك انت، لكن فعليا مش كل الاودينس اللي انت استهدفته فعليا هيشتري المنتج بتاعك، مش كلهم خلاص مستنيين المنتج بتاعك، لا، في ناس مهتمه قوي وفعلا هيشتروا المنتج بتاعك، في ناس ممكن يكونوا مهتمين لكن شافوا منتجات تانية للمنافسين بتوعك، في ناس ممكن تبقى اصلا هي عندها الاهتمام ده موجود في البروفايل او في الاكونت بتاعها اللي انت حاولت تعمل له تارجتنج، لكن هم مش فعليا هيشتروا او مش عايزين يشتروا منتجات. ففي ناس على حسب بقى النهارده الفيسبوك ظهر الاعلان بتاعي للسيجمنت اللي هي مش مهتميه، فخلاص الاعلان بتاعي ما جابش نتيجه قوي. بكره تلاقي مثلا الاعلان بتاعك ظهر للسيجمنت اللي هي القويه، او في ناس من السيجمنت القويه او السيجمنت المهتمه قوي شافوا الاعلان بتاعك، فاصبح فيه تفاعل، فيه سيلز. فالموضوع مش متعلق باليوم قوي هنا في الحاله دي، مش متعلق باليوم قوي على قد ما هو متعلق بالسيجمنت اللي شافت الاعلان بتاعي النهارده، السيجمنت اللي شافت الاعلان بتاعي امبارح، والسيجمنت اللي شافت او هتشوف الاعلان بتاعي بكره. فالموضوع متعلق بهذا الاساس. يبقى انا الحل ايه دلوقتي؟ الحل يا اما اعلي البادجت عشان اوصل لسيجمنت اوسع شويه وابتدي اشوف الاودينس بتاعي اسرع، لا اما اصغر الاودينس بتاعي، اقول انا يعني عايز احط تارجتنج اوبشنز زياده عشان الاودينس بتاعي يصغر، وبالتالي يبقى انا متاكد بنسبه اكبر شويه ان الاودينس ده مهتم، وفي نفس الوقت انا هقدر اوصله بالبادجت الضعيفه بتاعتي. ادي الحل الثاني. الحل الثالث ان انا استنى، خلاص بادجت ضعيفه مع اودينس كبير، يبقى تستنى، مفيش مشكله، يعني مفيش حل تقدر تعمله النهارده. ما ينفعش ان انت تشتغل وتعمل دلوقتي كامبين وتقول انا هوصل ل 15 مليون شخص 20 مليون شخص ب 200 300 جنيه واشوف النهارده هحكم على الاعلان النهارده بالليل الاقي ان الاعلان بتاعي ما جابش نتيجه، اقول خلاص لا الكامبين دي وحشه، انا هوقف الاعلان بتاعي وهبدا اعدل فيه. التعديل ده يعني بيبوظ الدنيا خالص. فكونك ان انت ما تصبرش تبقى انت مستعجل وعايز تشوف النتائج النهارده بالبادجت الضعيفه، ده مفيش حل في ايدك تقدر تعمله، مفيش اوبشن، ده مستحيل. فلازم تستنى شويه لو البادجت بتاعتك ضعيفه والاودينس سايز بتاعك كبير، لازم تستنى شويه على الاعلان بتاعك. فيسبوك طبعا بيرشح او بيرجح ان انت تستنى اسبوع، ده في حاله ان انت عامل بادجت معقوله على الاودينس. فتخيل بقى انت لما تبقى عامل بادجت قليله على الاودينس، فانت ممكن تستنى 10 ايام وفي نفس الوقت ما تلحقش تكفر او ما تلحقش تغطي الاودينس سايز، يعني تستنى 10 ايام وفي الاخر خالص تلاقي برضو ان لسه في شرائح من الاودينس بتاعك الاعلان بتاعك لسه ما ظهر لهمش. لذلك لازم اهتم قوي بحته الاودينس سايز مع البادجت بتاعتي، يكون في توازن ما بينهم عشان اقدر اوصل للاودينس سايز بتاعي او الاودينس المهتم بالمنتج بتاعي في اسرع وقت ممكن.